السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم عند محترف العصافير. كنتمنى تكونوا مزيان وتكونوا في صحة جيدة نتوما والأهل ديالكم والطويرات ديالكم. بالنسبة نجاوب واحد الأخ على واحد التعليق، يعني قال لي عطينا دروس على الألبينو واللاتينو. يعني مجرد إن شاء الله أي واحد بغى شي حاجة، يعني إن شاء الله نديروا عليها درس باش يستافدوا الإخوان كاملين اللي كيضموا معنا المجموعة، يعني إن شاء الله باش كل شيء يستافد. بالنسبة للألبينو والإخوان، الألبينو بان في أول مرة بان في الخمسينات، في سنة 1957، يعني بان في جنوب إفريقيا. وبالنسبة للاتينو بان في الربعينات، يعني بان في فرنسا. بالنسبة للاتينو والألبينو يعني هما جينات ديال المتنحي، وديما كنقولوا المتنحي إلا بغينا ننتجو خاصنا نسختين، نسخة من الأب ونسخة من الأم. يعني باش يكون عندنا، بغيتي على الالبينو خاصها تكون عندك نسخه من الاب ونسخه من الام، بغيتي اللاتينو ثاني نسخه من الاب ونسخه من الام، او يكونوا عندك يعني البورتور، تا هو البورتور راه كيتنتج واحد النسبه منه. بالنسبه للالبينو، يعني الالبينو كنقولوا انعدام صبغه الميلانين، يعني الطائر كيبان لنا ابيض بالكامل. انعدام صبغه الميلانين كتكون عنده ضعف يعني ضعف في الجينات ديالو. يعني ملي الاخوان كيديروا التزاوج ديال البينو مع البينو كيكون صعيب. واخا دير بروغرام غذائي وتعطي للطير اللوازم ديالو كامله اللي كياخذها اللي كيحتاجها، يعني فيتامينات كامله كتدخل ليه، كيكون الانتاج صعيب. يعني يقدروا الطيور ما تكونش تخصب، يعني الخصوبه تخرج ناقصه، وتا لا خصبات هذوك الطيور اللي هي كتزاد الجينات ديالها ضعيفه، تقدر يكون الوفيات يعني ديال الصغار كتكون ضعف الجينات ديالها. وبالنسبة أحسن تزوج الإخوان هو إنسان أنه يجيب اللاتينو ويجوج مع الألبينو، هذه هي مزيانة. وبالنسبة للاتينو ما عندوش انعدام الصبغة، يعني كاين واحد الصبغة اللي هي مخفة ولكن ماشي شبه انعدام، يعني كتكون اللون ديالو واضح وباين. وبالنسبة للاتينو والالبينو التزاوج ديالهم مزيان، يعني الانسان ملي يجيب اللاتينو والالبينو يدير جوج كوبلات، مثلا جبتي كوبله ديال الالبينو جبتي كوبله ديال اللاتينو، خالف هذاك الذكر ديال اللاتينو يعطي النتوه ديال الالبينو، وهذاك الذكر ديال الالبينو يعطي ديك النتوه ديال اللاتينو. وهذوك الوليدات اللي غادي يجيو هذوك هما اللي غادي يخدم بهم، يعني هما غادي يكونوا هما ان شاء الله هما الارباح ديالك والانتاج اللي انت باغي توصل ليه. ملي كدير التزاوج كيكون الخصوبه طالعه مزيان، وكتكون الجينات ديال الطيور اللي هي كتزاد بواحد الصحه اللي هي قويه. وكتزاد طيور مثلا تزاوج البينو مع اللاتينو كيعطينا طيور اللي هي كامله لاتينو، كتعطى بعين حمراء، ولكن كتكون هازه داك البلوه، هذاك الالبينو كتكون هازه الجين ديال الالبينو. هادوك الولاد ديال هاد الكوبله والولاد ديال الكوبله الاخرى اللي جوجناهم، هنا فين غادي يولي يتلا عندنا الالبينو ويتلا عندنا اللاتينو. يعني هذه هي الخدمه الانسان الا بغى يوصل الاهداف ديالو، ولا بغى يجيب الالبينو يعني يكون عنده بالزايد، ويكون عنده اللاتينو يعني بالزايد، ويكون عنده الالبينو الجيل الثاني ديال هاد الفراخ هادو اللي غتجاوج ثاني اولاد. يعني هنا غادي يولي تطلع عندك واحد الكميه كثيره ديال الالبينو. وبالنسبه للاخوان، واحد الحاجه اللي بغيت نوصلها للاخوان هو مثلا عندنا الباستل عنده واحد العامل ديال التخفيف اللي هو ماشي محدد. وكنا كما هضرنا في فيديوهات السابقه على الباستل، يعني من الالوان الباستيليه كيخفف لنا اللون وكيزيدوا الاشراق، وكان كيعطي واحد الابداع في الالوان. عطيناه الفيولي كيعاود يقادو لنا بلون اخر، يعني كيزيد يخف. بالنسبه للباستل مثلا عندنا واحد البياسه اللي هي باستل دخلناها على جرين. اش كيعطينا شبيه اللاتينو تماما، عوض العين كحله. هادو بعد الاخوان انه كيبيعوا بورتور لاتينو، يعني هنا ما عندوش الطائر اللي كيتزاد ما عندوش علاقه بالجينات ديال اللاتينو. عندنا الباستل ثاني اللي دخلنا على بياسه اللي هي الزرقاء، مشتقات ديال الازرق دخلنا عليهم، كيعطينا بياسه اللي هي بيضه بالكامل، ولكن بعين كحله وما عندهاش علاقه بالالبينو. هادو بعد ثاني الاخوان كيبيعوه انه بورتور ديال الالبينو. عندنا البار بلو اللي دخلنا عليه ثاني الباستا راه كيما قلنا راه هذاك نسبة عامل تخفيف ما محداش، كل طير على حساب التخفيف ديالو. هذوك الطيور اللي كتكون مخففه ديال الباستل هادو هما اللي كيخدموا بها باش كيخرجوا بها بحال هادو، يعني كيكون عنده واحد العامل ديال التخفيف اللي كيبقى يبان لنا الرماج
من حدا منطقه البوراز وحدا الوسط ديال الديل كيبقى يبان لنا واحد العامل ديال اللون اللي هو كيبان. هاد الطيور هي اللي كتدخل. دخلنا على الباربلو كتعطينا شبيه الكريمينو، شبيه الكريمينو، تشوف الكريمينو تشوف الاخر، يعني هو بالعين كحله وما عندوش علاقه بالكريمينو اللي بعين حمراء. يعني هنا الاخوان اي حاجه بغى يشريها شي واحد خاصو الاخر يوري، يكون اللي باغي يبيع خاصو هذيك الكوبله يصور الوليدات ديالها، باش تا بغى يبيع يقول لي ها الكوبله ها الولاد ها الولد اللي ديتيه همو بوه، يعني باش حتى الاخوان يعرفوا على شي خدمه. حيت بعض المرات هاد الكريمينو باعوا انه خارج من الالبينو ومن الباربلو بورتور البينو، يعني كاين هادشي. هنا فين كي هاد العامل ديال التخفيف ملي كيدخل لينا على طيور اللي كي بحال الازرق وبحال الباربلو وبحال الجرين كيخفف لينا الالوان ديالها، وهذوك الصيغه اللي كتخرج شبيهه بالالبينو واللاتينو والكريمينو. ضربني واحد المنزله ديال البرد الاخوان. هادشي علاش الاخوان بغيت نوصل لكم بحال هاد المعلومه هادي باش الاخوان تما يستافدوا. يعني حنا ملي كيلوح شي واحد شي كومونتير وبغى يعرف شي حاجه انا كندير عليها بحال هكا فيديو وكنوصلها للاخوان باش كل شيء يستافد. يعني حنا كنمشيو استفاده بحال هكا. يعني الانسان تجاوز الالبينو مع الالبينو صعيب، يعني صعيب. الالبينو ما خصوش يتعرض للاشعه ديال الشمس، يعني كيخدم نديرو ما وراء الستاره، يعني ما وراء هذاك الجاج هذاك الاناره اللي كتدخل كافيه. الاناره باش كنزيدوها خاصنا ضروري الكالسيوم اللي هي بحال الكالسيليكس وهادشي اللي كيتباع باش حنا نوصلوا ليه العظام ديالو. يعني خاصنا شي حاجه اللي توصل الكالسيوم للعظام، يعني كتكون حتى هشاشه ديال العظام وهادشي، والعظام كتكونش العمود الفقري ديال الطائر ما كيكونش منظم مزيان. حنا كنوصلوا به الطرق هذو. وكيكون هذيك الاشعه ديال الشمس ثاني العيون كتؤدي الى ما الطائر ما يبقاش يشوف بعض المرات. وعاده باش ثاني هذيك الاشعه ديال الشمس اللي كتكون داخل بزاف كدير ليه حروقات جلديه، يعني كتاثر ليه على الجلد ديالو، كتبان لك بحال الدائرات في الجلد ديالو، وما كتخليش النمو ديال الريش يكون مزيان. يعني باش نطلعوا حنا الجينات ما كنجاوزوش الالبينو مع الالبينو حيت الخصوبه ما كتكونش، كنتجهوا اما كنعطيو للالبينو شي بياسه اللي هي زرقاء وكناخذوا ديك البورطورات ونعاودوا نخدموا عليهم، اما كنعطيو اللاتينو وكتستافد كلتا الجهتين. يعني كتاخذ من الالبينو وكتولي كتنتج اللاتينو. المره الاولى كتعطيك اللاتينو، المره الثانيه البينو لاتينو، المره الثالثه كل شيء البينو شي حاجه قليله ديال اللاتينو. يعني هنا انسان فين يخدم ديما اي تركيبه بغينا نخدموا عليها ولا اي حاجه بغينا نديروها كنديروا 2 كوبلات حتى 3 على قد جيبك، على قد الجيب ديال المربي. وكان هذا هو الفيديو اللي بغيت نوصل للاخوان، وما تنساوش ديما تشاركوا معنا وبارطاجي المهم انا ما بياش القناه يعني الاستفاده ديالها ولا هذه ديال الارباح ديالها، انا مجرد كنبغي نوعي الاخوان ونوصل لهم المعلومه، وخاصها تكون معلومه صحيحه. حيت هذاك اللي قلنا هذاك لي جينيتيك اللي هي ديال التجوجات وهادشي كتكون ناقصه واحد شويه، راه كنكون على دماء نقيه. راه الاخوان راه ما يوصلوش بها شي حاجه، ولكن حنا عندنا دماء اللي هي كتكون طيور، قلت لكم هازه. راه الطيور كتخزن جينات في الجينات ديالها، كتخزن طفرات. يعني ملي هذوك الجينات ملي كتلاقى جين مع جين كتبان لك هذيك الطفره اللي هي كانت مخزونه وكتبان، يعني كانت متناحيه راه غتبان. وهذا الشيء اللي بغيت نوصل للاخوان. وان شاء الله دابا نهضروا ثاني على اللاتينو اوبالين في الدرس الجاي. اللاتينو اوبالين راه حتى الاخوان باغيين يخدموا عليه، والطرق كاينه سهله باش الانسان يوصل. هذاك اللاتينو اوبالين الاوبالين هو خصو يكون عندك شي مستوى اللي هو زوين. ديما ان شاء الله المستوى ديال الاوبالين جيل على جيل على جيل كيعاود كيزيان هذاك الاوبالين وكيولي داك الرمج ديال الدير. وهذاك هو اللي يعني اللي خاصك تاخذ مع المولوع اللي كيكون عنده الاوبالين خدام عليه سنوات. هذاك هو اللي كنبغيو ندخلوه حنا على اللاتينو باش ان شاء الله ننجو. وان شاء الله ندير لكم فيديو عليه الحلقه الجايه. وتحياتي الاخوان كاملين وتبارك الله عليكم.